أهلا بكل طلاب الصف الأول الإعدادي. النهاردة ومع أول دروس الهندسة البرهان الاستدلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم مستر ياسر، ودي قناتكم قناة فيجن، وفيجن يعني رؤية، وإحنا هنا عندنا رؤية مختلفة. إنكم لازم تفهموا اللي بتتعلموه، إن شاء الله معانا هتفهموا وتتعلموا، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا من الأوائل بفضل الله تعالى. فيلا بينا نبدأ مع بعض. أول حاجة عايزين نعرفها مع بعض إيه هو البرهان. البرهان هو عندي حاجة مطلوب إن أنا أثبتها، تمام؟ أي البرهان اللي أنا هقدمه علشان أثبت الحاجة دي، وأي برهان لازم يبقى فيه معطيات ومعلومات، تمام؟ يبقى نيجي نقول تعريف البرهان كده: هو الخطوات المستخدمة لإثبات مطلوب ما. إثبات مطلوب إيه؟ ما، عن طريق معطيات ومعلومات هو مديها لي في المسألة، تمام كده؟ طيب، خطوات البرهان إيه بقى؟ أو مكونات البرهان إيه؟ أول حاجة المعطيات، والمعطيات دي دايما هو مديها لي في المسألة، المعلومات اللي في المسألة. تاني حاجة المطلوب، هو عايز ايه اللي هو عايزه في المسألة. والاتنين الاولين دولت انا مش محتاج ابذل فيهم اي مجهود، هم موجودين عندي بالفعل، موجودين في المسألة اللي هو مديها لي، مديني المعلومات وكمان مديني المطلوب اللي هو عايز ان انا ايه اثبته. البرهان بقى ماشي هو خطوات الحل اللي انا بعملها وهنشوفها مع بعض، تمام؟ في حاجتين مهمين قوي ما باجي استخدمهم في البرهان. اول ما اجي بعد كده خطوات الحل في البرهان، في حاجه اسمها بما ان، العلامه بتاعتها زي ما احنا شايفين اكنها 3 نقط عاملين شكل مثلث مقلوب. دي بنسميها ايه؟ بما ان. وبما ان دي يبقى انا عندي معلومه موجوده في المساله، او معلومه انا هضيفها، او قانون انا عارفه، تمام كده؟ يبقى اول حاجه عرفناها بما ان يكتب بعدها معلومه او ايه او معطى هو مديهولي في المساله. تاني حاجه بتبقى عندي في البرهان بكتبها دايما، حاجه اسمها ايه؟ اذا. حاجه اسمها ايه؟ اذا، وهي عكس ايه؟ بما ان. عباره عن بردك 3 نقط بس عاملين مثلث لفوق، راس المثلث لفوق، هنا راس المثلث لتحت، هنا راس المثلث لفوق. طيب اذا دي يكتب بعدها نتيجة تم استنتاجها. نتيجة تم استنتاجها منين؟ من بعد بما أن، بمعلومة كانت موجودة عندي. يلا بينا نشوف الكلام ده مع بعض. قبل ما نشوف ونطبق ونعرف ازاي بنعمل البرهان والخطوات بتاعته، تعالوا نفتكر مع بعض كده ونتذكر شوية حاجات احنا خدناها قبل كده. أول حاجة قياس الزاوية المستقيمة كام؟ 180. الكلام ده خدناه في الترم الأول. قياس الزاوية المستقيمة كام؟ 180. تاني حاجة معانا عايزين نفتكرها مجموع قياس الزوايا، قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة بتساوي كام؟ 360. تالت حاجة مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلية بتساوي كام؟ 180. أي مثلث في الدنيا مجموع زواياه 180. رابع حاجة معانا، إذا تقاطع مستقيمين فإن كل زاويتين متقابلتين بالرأس بيكونوا إيه؟ متساويتين في القياس. إذا تقاطع مستقيمين فإن كل زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتان في القياس. خامس حاجة بيقول لك إذا قطع مستقيمان متوازيان فإن إيه بقى؟ نفتكر بقى خواص التوازي واللي بينتج عنه، تمام؟ كل زاويتين متبادلتين متساويتين في القياس. كل زاويتين متناظرتين متساويتين في القياس. كل زاويتين متداخلتين أو داخلتين في جهة واحدة من القطع متكاملتين، يعني مجموعهم بيساوي 180. كل الكلام ده احنا خدناه في الترم الأول، تمام؟ بنفتكره بس مع بعض عشان هنحتاجه في حل المسائل دلوقتي. طيب يلا بينا بقى نطبق ونشوف ازاي بنعمل خطوات البرهان. أتمنى ليكم يا رب دايما كل التوفيق والنجاح، وإنكم تبقوا متفوقين ومن الأوائل. ومتنسوش دلوقتي إنكم تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نكمل درسنا. بيقول لي في الشكل المقابل اللي هو قدامنا ده، عندي المستقيم أ ب، أدا المستقيم أ ب، وأدي علامة المستقيم محطوطة فوق أ ب، نفس بردك نفس الشكل اللي قدامنا، السهم من الطرفين الاتنين تقول إن ده مستقيم.
تقاطع، ده علامة التقاطع. تمام. المستقيم ج د، ادي المستقيم ج د. التقاطع في نقطة ايه؟ في نقطة م، النقطة دي. يبقى ده أول معطى معايا، هكتبه في المعطيات. هكتبه في ايه؟ في المعطيات. تاني حاجة معايا معلومة هو مديها لي، عندي قياس زاوية أ م ج تساوي 40 درجة. يبقى الزاوية دي بتساوي 40 درجة. أ م ج بتساوي 40 درجة. يبقى دي تاني معلومة هكتبها ايه؟ في المعطيات بتاعتي أو مكونات الحل بتاعت البرهان. طيب عندي بعد كده الشعاع م د. أدى الشعاع م د ينصف الزاوية ب م ه، ينصف الزاوية ب م ه. وده علامة تساوي قياس الزاويتين الاتنين أو تطابقهم، اللي هي علامة النجم هنا، وعلامة النجم هنا بتقول إن الزاويتين دول إيه؟ متساويين. عايز إيه هو بقى؟ كده أنا خلصت المعطيات بتاعتي. أروح بعد كده لتاني خطوة عندي في الحل اللي هو المطلوب. أوجد قياس أ م ه. يبقى المطلوب إيه؟ أول ما أشوف كلمة أوجد أو كلمة أثبت خلاص أو مطلوب، على طول أشوف اللي بعدها هو ده المطلوب اللي هو عايزه. يبقى عايز قياس زاوية ايه؟ أ م ه. أ م ه. يبقى هو عايز الزاوية ايه؟ الزاوية دي يعني. يبقى احنا مطلوب مننا نوجد قياس الزاوية دي. خلاص، اللي انا علمت لكم عليها بالاحمر. طيب اول حاجة مكونات البرهان عندنا قلنا هي ايه؟ اول حاجة المعطيات، وقلنا هنكتب كل المعلومات اللي هو مديها لي في المسألة اهو. المستقيم أ ب تقاطع المستقيم ج د بيساوي ايه؟ بتقاطع في نقطة م. طيب عندي قياس الزاوية أ م ج بتساوي 40. كل المعلومات اللي أنا كتبتها. عندي الشعاع م د منصف للزاوية اللي هي ايه؟ ب م ه. المطلوب إيجاد قياس زاوية أ م ه. يبقى أنا كتبت أدي المعطيات وده المطلوب. ما تعبتش نفسي وما فكرتش كتير، أنا كتبت الحاجات اللي هو مديها لي في المسألة. نيجي بعد كده بقى البرهان، اللي هو نقول أول حاجة بما أن، وبعد كده إذا. بما أن وإذا، ونشوف إزاي هنوصل للإيه؟ للمطلوب بتاعنا، وهنثبته إزاي، اللي هي خطوات الحل يعني. يبقى بعد كده البرهان، وأول حاجة هستخدمها هي إيه؟ هو مديني معلومة، وخلي بالك دايما إن أنا هستخدم كل المعلومات اللي هو مديها لي. هو مش هيديني معلومة مش هستخدمها. خلاص، فركز وفكر. أول حاجة بيقول لي إن المستقيم أ ب تقاطع المستقيم ج د يساوي م. يبقى إذا المستقيمين دول تقاطع دول في الإيه؟ تقاطع في نقطة م. كلام جميل. طب أنا عندي هستفاد إيه من المعلومة دي؟ أفكر على طول. أنا عندي مستقيمين تقاطع في نقطة، فإذا كل زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتين. يبقى إذا الزاوية أ م ج اللي هي بتساوي 40 دي هتساوي الزاوية إيه؟ د م ب. يبقى إذا الزاوية دي هتساوي الزاوية دي. الزاوية دي هتساوي الزاوية إيه؟ الزاوية دي. خلاص، يبقى نكتب كده بما أن. على طول شفت كلمة بما أن، يبقى أنا أكتب بعدها معلومة على طول. المستقيم أ ب تقاطع المستقيم ج د يساوي م. تقاطع في م، صح؟ طبعا صح. يبقى أنا عندي الزاوية دي هتساوي الزاوية دي بالإيه؟ بالتقابل بالرأس. يبقى إذا قياس زاوية م د م ب اللي هي الزاوية دي د م ب اللي هي الزاوية دي، خلاص هتساوي كام؟ تساوي 40 درجة. تساوي 40 درجة بإيه؟ بالتقابل بالرأس. ولازم نكتب له إيه السبب؟ ليه ساوت 40؟ لازم نكتب له إيه السبب؟ طيب يبقى أنا كده كتبت بما أن وكتبت إذا. أنا أول حاجة استفدتها طلعت الزاوية دي. طيب كلام جميل. أنا طلعت الزاوية دي، يبقى إذا الزاوية دي هتساوي الزاوية دي. مش هما الاتنين متساويين؟ وعندي الشعاع م د بينصفها. أيوه، يبقى أنا هستفاد على طول من معلومة الشعاع بينصف الزاوية ب م ه، إن الزاويتين متساويتين. هقول إذا قياس زاوية ه م د تساوي قياس زاوية د م ب بتساوي 40 درجة. كلام جميل؟ كلام جميل. يبقى أنا كده طلعت ده 40 ودي إيه؟ 40. أكتبهم كده عشان ما انساهمش. 40 و40. طيب بعد كده أفكر بقى. ماشي؟ أنا عندي دلوقتي مش ده مستقيم أ ب ده مستقيم؟ أيوه. طب زاويته بتساوي كام؟ بتساوي 180 درجة. يبقى أنا كده إذا إيه؟ عندي معلومة فهكتبها. أقول بما أن أ ب زاوية مستقيمة، أو أ م ب زاوية مستقيمة، ماشي، يبقى بتساوي كام؟ 180 درجة. هنقول بما أن قياس زاوية أ م ب أ م ب على استقامة واحدة زي ما احنا شايفين بتساوي 180 درجة، عشان إيه؟ زاوية مستقيمة.
هستفاد ايه من الكلام ده؟ هستفاد ان انا عندي الزاوية دي اللي هي ألف ميم ه اللي انا عايزها، هي الزاوية المكملة للزاوية 40 زائد 40، صح؟ اللي هي الزاوية ب م ه، صح ولا لأ؟ مكملة لها يعني ايه؟ يعني مجموعهم الاتنين بيساوي 180 درجة. يبقى اقول كده اذا قياس زاوية أ م ه اللي انا عايزها، اللي هو المطلوب اللي انا اثبته واطلعه، خلاص، هتساوي كام؟ هتساوي 180 اللي هي الزاوية المستقيمة ناقص 40 زائد 40 اللي هي الزاوية دي كلها على بعضها، اللي هي الزاوية دي ايه؟ كلها على بعضها، اللي هي الزاوية دي اهي. الزاوية دي بتساوي كام؟ 80. 40 زائد 40 يبقى هتساوي 180 ناقص افتح قوس 40 زائد 40، يبقى الزاوية أ م هي هتساوي كام؟ 180 ناقص 80 تساوي 100 درجة، وهو المطلوب إثباته. يبقى أنا كده عرفت إزاي أحل الخطوات باستخدام البرهان الاستدلالي. الدرس بتاعنا النهاردة بيتكلم عن كده، وتعالوا ناخد مثال كمان ونفهم أكتر. في الشكل المقابل اللي أمامنا ده مديني المعلومات اللي احنا قلنا مع بعض اللي احنا هنكتبها في المعطيات. عندي الشعاع ب أ أدا ب أ يوازي الشعاع ج ه، يبقى الشعاع ده يوازي الشعاع ده. وقال لي ان قياس زاوية ب ج واو ب ج واو اللي هي الزاوية دي بتساوي كام؟ كلها على بعضها بتساوي 90 درجة، وده علامة الزاوية القائمة بتساوي 90 درجة. اوعى حد يتلخبط ويقول ان الشعاع ج ه ده بينص في الزاويه دي هنا 45 وهنا 45، لا هو ما قاليش، يبقى انا مفتيش. تمام كده؟ ادام قال لي الزاويه دي 90 بس خلاص وقفت لحد كده، قال لي ان ده بيوازي ده خلاص بس وقفت لحد كده. تمام. وبعدين قال لي قياس زاويه ب بتساوي 50 درجه، اداني الزاويه دي بتساوي 50 درجه، وقال لي ان قياس زاويه واو بتساوي 40 درجه، اداني الزاويه دي بتساوي 40 درجه. تمام. كل دول هعملهم ايه؟ اكتبهم في المعطيات، وده اول خطوه عندي في البرهان الاستدلالي بتاعي. بعد كده بيقول لي اثبت ان، على طول اول ما اشوف اثبت ان يبقى اللي بعدها دي هيتكتب في المطلوب. عايز يثبت ان الشعاع ا ب اللي هو ده يوازي الشعاع واو م اللي هو ده، يبقى انا عايز اثبت ان ا ب ده يوازي واو م ده. كلام جميل. طيب اعمل ازاي؟ اشوف الاول جميع المعلومات اللي عندي اكيد هستفاد منها، واول معلومه عندي في المعطيات اللي هي ب أ يوازي ج ه. بس قبل ما اعمل الكلام ده كله، اول حاجه اكتب اول خطوه عندي المعطيات، واكتب كل المعلومات اللي هو مديها في راس المسألة. بعد كده اقول ايه؟ المطلوب، واكتب الحاجة اللي هو عايزها. بعد كده اكتب البرهان، وابدأ استخدم بقى خطوات الحل بما ان واذا، ونشوف هنوصل للحل بتاعنا ازاي. اول حاجة هنستفاد منها بما ان عندي الشعاع ب أ يوازي الشعاع ج ه، أدا ب أ يوازي ج ه، هستفاد ايه؟ هستفاد ان الزاويه دي اللي مدالي 50 اللي هو بردك معلومه موجوده عندي في المعطيات، ماشي، هتساوي الزاويه دي اللي هي ب ج ه او ه ج ب ايا كان، هتساوي كام؟ تساوي 50 درجه. يبقى الزاويه اللي انا واقف عليها دلوقتي ده هتساوي كام؟ 50 درجه اهو. يبقى اذا قياس زاويه ب ج ه هتساوي 50 درجه بالايه؟ بالتبادل. بالايه؟ بالتبادل. وده حرف الزد بتاع التبادل لو احنا نسينا. تمام. يبقى الزاويه دي هتساوي كام؟ 50 درجه. نكتبها كده علشان خاطر ما ننساش. ادي 50 درجه. عرفنا ليه بقى ما قلناش ده ينصف؟ او ما حدش يتلخبط. تمام. طيب انا عندي الزاويه دي قائمه صح؟ هستفاد ايه منها؟ هستفاد ان الزاويه دي هتساوي 90 ناقص 50. يبقى نقول بما ان قياس زاويه ب ج واو تساوي 90 درجه، اللي هي الزاويه دي كلها على بعضها ب ج واو، إذا قياس زاوية واو ج ه اللي هي الزاوية دي واو ج ه اللي هي الزاوية دي هتساوي كام؟ هتساوي 90 ناقص 50 اللي هي الزاوية دي تساوي كام؟ 40 درجة. يبقى الزاوية دي هتساوي كام؟ 40 درجة. نكتبها كده برضه أهو. طيب لو بصينا للشكل اللي قدامنا دي، أنا عندي الزاوية دي 40 والزاوية دي 40 والاتنين متساويين والاتنين زي ما احنا شايفينهم متبادلين اهو. يبقى إذا إيه بقى؟ لما الزاوية دي تساوي الزاوية دي، يبقى إذا المستقيم ده او الشعاع ده طبعا عشان ما نغلطش، الشعاع ج ه يوازي الشعاع م واو، وبالتالي يوازي الشعاع ب أ. يبقى نكتب كده بما ان قياس زاوية واو تساوي قياس واو ج ه بتساوي، لا مش 50 بتساوي 40.
بتساوي كام؟ 40. معلش هي خطأ، بتساوي 40. تمام، بتساوي 40 درجة وهما متبادلتان. يبقى إذا إيه؟ عندي الشعاع ج م يوازي واو م، يبقى الشعاع ده يوازي ده، وده علامة التوازي أهي. ماشي، وبالتالي الشعاع واو م يوازي ألف ب، يوازي الشعاع ألف ب. يبقى إذا ألف ب يوازي م واو أو واو م. خلاص، وده هو المطلوب إثباته. فهمنا إزاي بنعمل خطوات الحل بتاعة البرهان، المعطيات، المطلوب، البرهان. ودايما أول ما أكتب كلمة البرهان هيبقى عندي حاجة اسمها بما أن، وعندي حاجة اسمها إذا. بما أن بيجي بعدها معلومة، إذا الحاجة اللي أنا بستنتجها من المعلومة. خلاص متفقين؟ فهمنا الموضوع. أتمنى من الله إن احنا نكون فهمناه وقدرنا نوصل لكم المعلومة. انا بشكر كل واحد دعمنا بانه ان كان عمل لايك للفيديو او اشترك بالقناة، وده شيء متوقع منكم وده شيء ايجابي، واتمنى يا رب ان احنا نكون عند حسن ظنكم.